تمن بالكاري وبقطع الدجاج، طعم ما ينشبع منه، والنتيجة يعني إذا جربتوها راح تكون إدمان. أنا الصراحة هاي الوصفة عندي إدمان، كل أسبوع لازم أطبخها مرة، بعيد عن روتين البرياني والكبسة والمقلوبة، فالشي جديد ووصفة كلش طيبة. إذا جربتوها راح تحبوها. أنا طبختها هنا بتمن العنبر، وانتو إذا تحبون تمن العنبر أو البزمكي راح يكون شكلها أفضل، لأن تعرفون الحباية طويلة. هنا أنا حضرت البوتيتا، قطعتها مكعبات، وأيضا البصل قطعته مكعبات. اختصرت الخطوات على مود الفيديو ليصير طويل عليكم. هنا أنا حميت كمية من الزيت، وبعد ما انحمى الزيت ضفيت البوتيتا أو رشة من الملح، وبقيت أقلب بها إلى أن استوت. وبعد ما استوت عندي البوتيتا وصارت جاهزة، هسه راح أضيف البصل. البوتيتا صارت عندي يعني تقريبا مو استوى كامل، 70% استوت، وضفت البصل. هسه بعد ما ضفت البصل راح أغطيه وأتركهم على البخار يتهدرون يستوون. هنا أنا حضرت قطع دجاج أيضا نفس المستوى اللي قطعت به البوتيتا والبصل. قطعت قطع الدجاج، صدر الدجاج أيضا هم حميت كمية من الزيت، وضفت قطع الدجاج وبقيت أقلب به. يكون الكميات متساوية، البوتيتا ويا البصل ويا صدر الدجاج أو قطع الدجاج، وحتى التمن يكون نفس الكمية على مود تنطيني الطعم الطيب. هنا أنا ضفت كم ورقة من الغار، وبدون إضافة مي يستوي عندي صدر الدجاج على البخار، راح يستوي تماما. هنا أنا نزلت كمية من المي بدون ما أنا أضيف هذا البخار اللي انحبس داخل الغطا، وأيضا من اللي نزل من قطع الدجاج. هنا أنا بدأ ينحمس عندي واختفت كمية المي، وظهر الزيت عندنا اللي ضفناه أول مرة. راح أضيف هنا أنا مجموعة من البهارات. عندي الرئيسي اللي هو الكاري ملعقة ونص، والكركم ملعقة، والبابريكا ملعقة، والملح وكم حبة من الهيل. هذه التوابل راح تنطي للتمن طعم كلش طيب، وبديها تقلب بيها ويا صدر الدجاج على مود يتنكه بيها إلى أن أشوف انحمس. وطبعا الريحة ذا تطلع في الشي كلش طيب. صارت بهذا الشكل، هسه مستوي هو وصار جاهز. هسه راح أبدي أخذ القطع هاي بعد ما استوت، وأضيفها على البوتيتا والبصل اللي جهزناها أول مرة. صارت عندي مستوية وتمام، بس أريدها تتنكه ويا قطع الدجاج والنكهات اللي ضفناها على قطع الدجاج. هسه راح أخلطه وأخليهم يتنكهون سوا وأغطيهم. التمن على مود نجهزه، واختصرت لكم كل الخطوات مال التمن. أنا نقعته وخليت كمية من المي وخليته إلى أن فار. هسه راح أبدي أسلق التمن. ضفت له طبعا الملح، وبعد ما انسلق يعني تقريبا انطبخ 70% إلى 80%. هسه راح أصفيه وأرجع لكم بعد مرحلة التصفية على مود نختصر الخطوات وما يكون الفيديو طويل وممل. هنا أنا صفيته، وبعد ما صفيته راح أرجع تقريبا نص الكمية فقط بالجدر عندنا، وأضيف نص كمية الخلطة اللي سويناها اللي هي من قطع الدجاج والبصل، وأخلطها ويا التمن وأخليها تتنكه وتاخذ طعم البهارات وطعم الخلطة. وهنا رجعت ضفت بقية التمن وبقية الحشوة، وأخلطه خلط كل زين. هنا راح أضيف الماجي ينطيها طعم كلش طيب. المفروض أني أضيفه ويا البهارات بس نسيت، وهسه راح أضيفه وأخلطه ويا التمن، وأترك التمن يتهدر والمواد تاخذ نكهة بعض. تمن طريقته كلش طيبة. وهنا أنا استوى وصبيته وصار بهذا الشكل الروعة. إذا تحبون تطبخوه بالبسمتي راح يكون شكله أروع، بس أنا طبخته بالعنبر لأن تعرفون طعم العنبر فالشي ما ينوصف.
وهذا شكله، وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بقناتنا قناة مطبخ جوز ولوز. ويا ربي أتمنى لكم صحة وعافية، وانتظرونا فيديو جديد.